السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وبتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كيكة ديال الطبقات بطريقة سهلة مبسطة بدون تعقيدات وبمكونات جدا بسيطة بلا كريمة وفقط بيضة واحدة، والأهم أنها كتجي بنينة، المذاق ديالها رائع، كتستحق فعلا التجربة ديالكم. فإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش انكم تخلوا لي لايك للفيديو فقط من اجل التشجيع، وتشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وتتابعوا معايا الفيديو الاخير باش غتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فاول حاجه هنا غادي نحضروا الطبقه الاولى. غادي نجيب اناء كندير فيه رشه صغيره ديال الملح، كندير بيضه، وغادي نضيف كيس ديال السكر بنكهه الفانيلا، وغادي نضيف نصف كاس ديال السكر، وغادي نطرب هاد المكونات مزيان حتى غادي يولي الخليط اللون ديالو فاتح هكا باش الكيكه تجي خفيفه. صافي غير كيولي بهذا اللون انا غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت، وغادي نضيف نصف كاس ديال الحليب. طبعا انا العباره بكاس العنبه اللي كيهز 150 مليلتر، وغادي نكمل نطرب مزيان حتى غادي يتخلطوا كاع دوك المكونات. انا هنا استعملت غير الطراب اليدوي، الا بغيتو ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي هكا باش يعني تكملوها بسرعه. صافي راه ما كياخذوش الوقت، غير كيتخلطوا. انا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق راه عندي كاس اولا 100 غرام. هنا في الاول كنضيفو غير نصف كاس، وكنزيد عليه خميره الحلويات اللي الوزن ديالها 7 غرام، وغادي نضيف ملعقه كبيره عامره ديال الكاكاو المر. طبعا الكاكاو والدقيق راه كيكونوا مغربلين من قبل، ضروري هكا باش يعني ما يبقاو لكمش كويرات. صافي وغادي نخلط مزيان. غير كيتخلط الكاكاو انا غادي نضيف نصف كاس ديال الدقيق اللي بقى. فبالنسبه لكم ما ديروش كاس يعني على مره واحده، ديروا غير شويه بشويه حيت كيبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب، والا جا هذا الخليط هذا يعني عاقد بزاف راه الكيكه ما كتجيش خفيفه. صافي هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه، ما كيكونش خفيف بزاف بنفس الوقت ما كيكونش ثقيل. هنا غادي نجيبوا المول اولا القالب اللي كندهنوا الجوانب ديالو بالزبده وكنرشهم بالدقيق، وكنفرش له في القاعده ديالو الورق ديال الطبخ هكا باش نضمن ان الكيكه ما غاديش تلصق. وغادي نخوي فيه هذاك الخليط كامل. وبالنسبه للمول راه القطر ديالو 22 سنتيم، ممكن تستعملوه حتى ل 24. المهم ما ديروش القياس اللي كيكون اكبر هكا باش ما تجيش رقيقه بزاف. وطبعا راه كنساوي الخليط على المول كامل هكا باش تجي تبقى اللي هي متساويه. صافي غادي ندخلها طيب للفرن اللي كيكون مسخن من قبل، راه ما كتاخذش الوقت بسرعه كطيب. هنا من بعد ما طابت راها باقا دافيه، غادي نحيد ليها الاطار ديال المول، وغادي نحيد ليها الورق ديال الطبخ. فبالنسبه لكم الا بغيتو تقدروا تخليوها هكاك يعني في المول اللي طابت فيه وتزيدوا عليها باقي الطبقات، فانا فضلت انني نحيدها وغادي ندير لها الاطار كيجي الشكل ديالها احسن. وهنا ممكن تقلبوها ولا تخليوها كيف ما طابت. صافي وغادي ندير لها الاطار اللي كيكون على القياس ديالها، وكنجيب هنا واحد ثلث كاس ديال الحليب بارد كنضيف عليه شويه ديال الكاكاو وغادي نشرب به الكيكه. هاد المرحله ممكن ديروها كيف ما ممكن تستغناو عليها حيت اصلا الكيكه كتجي رطبه وكتجي يعني ما كتجيش ناشفه. المهم انكم ما ديروش كتر من ثلث كاس هكا باش ما تعجنش معاكم. وغادي نخليوها جانبا تبرد. وغادي نحضروا الطبقه الثانيه. غادي نحتاج فيها هنايا 5 ديال المعالق ديال السكر، طبعا ملاعق كيكونوا كبار. غادي نديرهم في كاسرونه وغادي نديرهم فوق نار اللي كتكون مهيله حتى غادي يذوب يولي كراميل. وما تحركوش بالملعقه هكا باش ما يتحجرش. وهنا غادي نجيب اناء غادي ندير فيه 5 ديال المعالق ديال نشا الذره اولا المايزينا، وغادي نضيف لتر الا ربع ديال الحليب اولا 750 مليلتر. غادي نضيف غير كميه صغيره على داك النشا وغادي نخلط مزيان هكا باش نتفاداو انه يبقاو لنا الكويرات ديال النشا. صافي غير كيتخلط مزيان غادي نضيف الكميه اللي تبقات ديال الحليب وغادي نخلط مزيان. انا الا بغيتو تاكدوا انه ما بقاو لكمش الكويرات ديال النشا ممكن انكم تصفيو الخليط. صافي غادي نخليوه جانبا وغادي نجيو للسكر اللي كيكون داب كيكون يعني ولا على شكل كراميل. غادي نضيف عليه ملعقه صغيره ديال الزبده وغادي نخلط مزيان بملعقه خشبيه، والنار طبعا تكون مهيله. وغادي نبدا نضيف الخليط ديال الحليب والنشا. في الاول كنضيف غير كميه قليله وكنحرك. حاولوا تردوا البال في هذه المرحله حيت يقدر يطير عليكم لانه الحليب كيكون بارد والكراميل كيكون سخون بزاف. صافي غادي نوصل نضيف وانا كنحرك.
حتى كتعقد لنا الكريمة وكتولي بهذا الشكل. في الاول راه الكراميل كيتحجر، من بعد راه كيذوب، يعني مع التحريك كيذوب كامل. مباشرة بعد ما كتغلي الكريمة كنجيبها كنخويها على الطبقة ديال الكيك. حاولوا تكونوا سريعين في هذه المرحلة حيت هذه الكريمة هذه بسرعة كتعقد. صافي كنفرغها وكنحاول هكا نساوي الوجه ديالها باش يجي ملس، وغادي نخليها جانبا حتى كتبرد، عاد كندخلوها للثلاجة باش تتماسك وتعقد مزيان، اولا تدخلوها المجمد باش بسرعة تبرد وما تاخدش وقت طويل. وهنا غادي نحضروا الطبقة الأخيرة تاج فيها هنا كمية ديال المكسرات اللي كانت عندكم. المهم انها تكون مهرمشه غليظه هكا باش يجي الشكل ديالها زوين. وغادي نضيف جوج ديال العلب ديال دانيت شوكولا وغادي نخلط كلشي مزيان. فبالنسبه لهذا الخليط هذا اولا هاد الطبقه هذه مباشره غير كنخلطوها كنديروا فوق الكيكه وكنقدموها، يعني ما كنخليوهاش مده طويله حيت داك المكسرات راه غادي يرطابوا وما غاديش يبقاو مقرمشين. يعني غير كتبرد الكيكه مباشره كنديروا عليها هاد الطبقه هذه وكنقدموها. انا الكيكه ديالي من بعد ما بردات اولا هذيك الطبقه ديال الكريمه اللي درناها كتكون بردات مزيان وشدات راسها. غادي نخوي عليها هذاك الخليط كامل وغادي نحاول نساوي الوجه ديالها هكا غير بالظهر ديال الملعقه وغير بشويه حتى غادي يتساوى كامل. الاهم انه غير بشويه بلا ما تضغطوا عليها هكا باش ما تهرش اولا تشقق هذيك الطبقه ديال الكريمه. راها بسرعه كتساوى ما كتاخدش الوقت. صافي مباشره غادي نحيدو الاطار، نهار كيتحيد بسهوله. غير كنهزو كتحيد الكيكه بلا ما يحتاج انني نحلو. فانتم الا شفتوا ان الكيكه لاصقه معكم اولا شي حاجه تقدروا يعني تمروا السكين من الجوانب باش يسهل معكم انكم تحيدوها. وهذا هو الشكل النهائي للكيكه اللي حضرنا اليوم. كيكه اللي هي بسيطه سهله ما كتاخدش الوقت. انا غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو هذوك الطبقات من الداخل، راه كيجيو متماسكين. بالنسبه للطبقه ديال الكيك راه كتجي هشيشه واسفنجيه، والطبقه ديال الكريمه ديال الكراميل كتجي متماسكه وكيجي المذاق ديالها رائع، كتجي بنينه بزاف. فعلا كنتمنى انكم تجربوها. شكرا جزيلا على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.